اسمع حكاية اتنين اخوات والاتنين قلبهم مات. كان ليهم اخت في عز سباها كانت زينة البنات. السنيورة تلبس عالموضة لبسها دايما كان برموضة والشفاف اخر استفزاز لو اخواتها راضيين بكده وبتتصرمح معها لهيل. لو اخواتها يا ناس براميل مفيش رجولة دول دلاديل سايبينها ترجع نص الليل. ترجع سكرانة وتلفانة مطنطت مهدودة تعبانة خسرانة صحتها وعدمانة واخواتها بتديهم اعانة. قالت لهم انا حيلة هاد مفيش راجل فيكو يسد. انا كل يوم بموت 100 مرة والحمل زاد بجد وشاب. مفيش فلوس سيبوني في حالي شقلبتوا حالي اللي جرالي. كل واحد ينعش فيا ومفيش حاجة خليتوها لي ومفيش حاجة خليتوها لي. بيجيبوا رجالة جوا بيوتهم حاجة بشعة ودول ياولهم وبس هيكون مصيرهم. حكايتهم كانت زي سكتهم في ليلة حمرا مجهزنا زباين كتير جايين عشانا واخواتها كانوا مكيشنا وعالمعاد مرسينا مستنظرة ومتسوقة على سنجة 10 متروقة. ظابطة حلقة وفي مهنتها زيت وقالت يلا بقى على وصولنا ومجايين خلاص كلامه كانوا واصلين. فتح يلا ازايز البيرة التلفون بقوا مسكرانين. شدوا البت ودخلوا الأوضة معفورة خايفة ومخضوضة. قفلوا الباب على اخواتها والسترة راحت مشدودة. نفسها بقى مسحوب منها والرجالة حوالين منها عايزة تصرخ مش قادرة واخواتها في الصلاة وجنبها. اخر مشهد اخر نفس الدم في الوريد اتحبس. شاربة ومعلية دماغها والضغط شديد عليها وكبس. وهادي اخرة التفريطة في الشرف يا ناس يا عبيطة. لموا هدومهم لبسوا وجريوا سابوها كانت جثة مميتة سابوها كانت جثة مميتة. واخواتها يشدوا في شعرهم الحسرة جامدة على قلبهم. حاجة بشعة ما ترضيش حد خاينين شرف ابوهم وامهم. الحبس ليكم مش كفاية ازاي تكون بس النهاية. اختهم فرطوا في شرفها انتوا تمامكوا راح يا ولاية.